الفوز الكبير ديال المنتخب الوطني المغربي البارح، فوز على البرازيل. كنا كنقولوا احنا مزهارين وحنا دائما عندنا المشكل ديال القرعه، ديما غتجي مع بطل اوروبا ولا بطل العالم ولا بعدد منظم. كيبان لي بان عباد الله هما اللي غيوليو يبكيو علاش طاحوا مع المغرب. المغرب فوز اول على الصبريون بجوج، البارح فوز على البرازيل 2-1. تأهل اول فريق كيتأهل للدور الثاني من بعد ما المغرب كيحتل الرتبه الاولى 6 نقاط، 2 ماتشات 2 انتصارات، 6 ديال النقاط. الصبريون عندها 2، المكسيك عندها 2، والبرازيل عندها 1. كنظن في حد ذاته هاد المعلومه هذه كون زعما بغينا نحلموا قبل ما نبداو هاد كوب دي موند ما تخرجش لينا بهاد الطريقه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنيئا المنتخب الوطني على التاهل ديالو، تاهل مستحق، يعني مستوى عالي في تدبير المباريات. كنظن المباراه الثانيه كانت اصعب من المباراه الاولى مع المنتخب الاسباني، اللي شفنا المنتخب البرازيلي يعني اللعابه اللي عنده الفنيات و يعني اللياقه البدنيه واللعابه تبارك الله كلهم كباري، ولكن الطريقه باش جرى المنتخب الوطني رغم الضغط اللي دار المنتخب البرازيلي بقاو يعني صامدين حتى انهم سجلوا 2 ديال الاهداف واستطاعوا انهم ينتصروا في المباراه. فكنظن بان احسن سيناريو هو اللي دار المنتخب الوطني. ملي كتقول تلبحتي صباليون البرازيل فانت كتعلن على راسك كمرشح للمنافسه على اللقب. علاش؟ لان هاد 2 المنتخبات هما من اقوى المنتخبات اللي كاينين هنا. بالنسبه لي المنتخب الوطني غيولي تحسب لي 1000 حساب في هذه المنافسه ديال كاس العالم اللي نتمنى يبقى غادي بها في نفس الريتم، يعني في تدبير المباريات، تركيز كبير، اداء عالي، ما كاينش لي ديشي، مهارات تبارك الله عند اللاعبين، ثقه في النفس، لي ديسيزيون اللي كياخذوا يعني في الوقت المناسب، وقت اللي كيديروا الضغط كيكون ضغط في المستوى. فنتمنى باش انهم يواصلوا بهذه الطريقه، يستحقوا هذا المستوى اللي وصلوا ليه. برافو لمحمد وهبي، لان شحال وحنا كنتكلموا على هذا المنتخب ولا على محمد وهبي كنقولوا ما بان لينا والو. هو المنتخب الوحيد اللي تقريبا اكثر من 2 سنين ما دارش تغيير في الطاقم التقني ديالو بخلاف باقي جميع المنتخبات الاخرى، ولكن بان بان الاستقرار هو عطى نتائج، عطى منتخب قوي. دوماج كنا خسرنا نهائي ديال كاس افريقيا، من اليوم الحمد لله بدايه جد قويه في هذه القضيه مهمه السي محمد. لان من بعد الاقصاء ديالنا من كاس افريقيا اللي قبل هذه اللي كانت في مصر والخروج ديالنا كان عندنا تساؤلات كبيره، كنقولوا كيفاش تقصاو خلاوه. اليوم عرفنا علاش خلاوه، لان وهبي بين بانه خدم ودار عمل كبير. شفنا من بعد تكاليفه هو الاول، جا الكان دار فينال، ها هو الان كاليفي لثمانية كاس العالم بالطريقه بالاداء بالشخصيه. كنقولوا احيانا ماشي غير النتائج اللي كتعطيك انطباعات، لان الناس اللي كيكونوا قراب مثلا الاداره التقنيه والمسؤولين على الاداره التقنيه كيشوفوا اشنو كاين. لو بان لهم بان ما كاينش عمل او لا داك العمل ما غاديش يوصل لهذا المستوى اللي وصلنا ليه، كنظن ما كانش غادي يخليو محمد وهبي كيف ما خلاوش بزاف المدربين يعني في فئات اخرى. كنظن بان العمل اللي دار بان بان مع الوقت غيعطي الثمار ديالو. بيان سير ملي كتشكل واحد المنتخب راه ماشي بالضروره من البدايه شكلتي منتخب توفرت لك الظروف تحقق نجاحات، ممكن تكون اخفاقات، ممكن تكون نقائص، ممكن تمشي لك شي حاجه على جزئيات بسيطه، ولكن انت غادي وكتصلح. اليوم ملي كتقول ربحتي الصبالي وربحتي البرازيل راه ربحتي 2 من اقوى المنتخبات، وماشي ربحتيهم كما كنقولوا بالزز ولا بالتساطيح، ربحتيهم بالاداء وربحتيهم بالطريقه باش دبرتي المباراه، وربحتيهم انك كنتي في الماتش يعني كتحس بان منتخب قوي عنده الشخصيه واللاعبين عندهم الشخصيه وعندهم المهارات. ورغم الطريقه باش لاعبين البرازيل والسرعه والاداء والفنيات، ولكن كان اللاعبين ديال المنتخب الوطني حاضرين واقفين كيفاش كيخرجوا الكره كيفاش كيمشيو. فكنظن بان هذا الشيء جا من بعد واحد العمل كبير دار ديال الطاقم التقني ديال سي محمد وهبي، اللي نتمنوا لهم التوفيق. المباراه الاخرى ان شاء الله يزيدوا ياكدوا فيها، ربما تعطى فرصه للاعبين اخرين انهم تهم يلعبوا باش يرتاحوا بعض اللاعبين، ولكن نتمنى باش انهم يبقوا غاديين بنفس المستوى، لان دابا اكيد غتكون الثقه كبرات، معنويات جد مرتفعه. ربما اليوم حنا بحال كنعيشوا داكشي اللي عشناه مع المنتخب الوطني في قطر. حتى واحد ما كان معول ان المنتخب الوطني غادي يدير ديك النتائج، فاذا بينا كنلقاو راسنا في ثمن يعني النهائي من بعد ربوع النصف. فنتمنى باش ان المنتخب الوطني كذلك ديال السي وهبي يمشي بهذه الطريقه، ولما لا نلقاو ان شاء الله في الفينال
ناسيونال ومتواج باللقب، لان المستوى اللي قدم مع جوج من اقوى المنتخبات يكاليفي ولا يأهلوا باش انه يكون من المنافسين ان شاء الله على اللقب. وي المنتخب الوطني المغربي كيف قلنا انتصر بالطريقه بالاداء، ضرب السبليون، ضرب البرازيل، بقى لنا المكسيك اللي تعادلت 2-2 مع السبليون و2-2 مع البرازيل. المغرب هو الاول 6 نقاط، السبليون او المكسيك هي الثانيه ب2 نقاط، البرازيل والسبليون عندهم نقطه. المغاربه حاقدين على البرازيل من بعد ما داروا لنا لافير في 98 الحقد، حيت داروا لنا ليباريه في كوب دي موند ديال 98 بقيت عاقل. خوتنا الصباح حنا خوتنا من كاسكا ندخلوا دوزيام ايكيب وتخاف ندخلوا دوزيام ايكيب ونضربوا المكسيك حتى هي. شوف اكيد انه غادي يدير بعض التغييرات باش يعطي اللاعبين اخرين، خص كلشي يكون في الفورما، كلشي يلعب، كلشي خصهم ياخذوا ويرتاحوا بعض اللاعبين اللي هما اساسيين بالنسبه للسي وهبي. مي انا نتمنى باش ان حتى اللي غيدخلوا يأديو بنفس الطريقه ويحققوا نفس النتيجه، لان كل ما كتربح كل ما كتزاد الثقه، كل ما كتربح كل ما كتحس براسك بانك انت راه في المستوى ديال هذا، والمنتخبات كيبداو على الاقل كتبدا يضربوا لك الحساب، يعني هذاك اللي ما كانش كيحسب لك ولا ما كانش زعما تايق بانك غدير هذه الانتصارات ولا هذه النتائج الايجابيه، فكيدخلوا له دوت بعدا كتبدا تحس بان الناس ما كيبقاوش جايين يعني المغرب حنا البرازيل حنا اسبانيا حنا ملي كتربح هذه المنتخبات الكبيره في هذا المستوى، فكنظن بانك تحس ولا كتعرف بانك راك واجد يعني بما فيه الكفايه باش ان شاء الله تحقق النتائج اللي هي ايجابيه. ديجا كان عندنا في 2000 كنظن 4 الانجاز اللي داروا المنتخب الوطني مع سي فتحي جمال، فإلا شتي دابا الفيفا ولا فكيسترجعوا ديك الذكريات، معنى التاريخ ما كيتنساش. واليوم ان شاء الله نكتبوا تاريخ جديد مع هاد الفئه ديال الايفان، مع هاد الشباب اللي كاينين اللي تبارك الله مؤهلات كبيره، حتى في الطريقه ديال اللعب كيبان بان كاين عمل، الناس فاهمين، كاينه افكار، عارفين من خصهم يدوزوا. ربما حتى في القراءه المنتخب البرازيلي كانت قراءه جيده من طرف سي وهبي والطاقم التقني باش يعرفوا يعني النقاط ديال الضعف ومنين خص المنتخب الوطني يستغل الفرص. فهذا الاعتماد على هاد اللاعبين اللي مكونين في يعني في اوروبا في هذا النوع من التظاهرات اكيد كيعطي يعني نتائج اللي هي ايجابيه ونتائج اللي هي مهمه. فكتشوف لاعبين تبارك الله مستوى عالي، الطريقه باش كيلعبوا، الافكار كيفاش كيخرجوا الكره، كيفاش يعني يعطيو دي باس ديسيزيف. فكنظن بان دار عمل كبير كيف ما قلت، نتمنى انه يكمل، حيت احيانا كتجي جزئيه بسيطه تختار انت في القمه ديالك وشي حاجه اللي بسيطه تقدر يعني تاثر لك على المسار ولا تسبب لك في خساره. فما نتمناش تكون هذه المساله. علاش؟ لان اللاعبين ديال المنتخب الوطني في الوقفه ديالهم ولا في التنشيط ديالهم يعني بانوا بانهم مركزين بواحد الشكل كبير. فيما وهذا فين كيبان ملي كيرجعوا للفار، فيما كيرجع شي حكم من الفار ما كيلقاش فوت، واخا كيصفر مثلا بحال البارح صفر بينالتي، من يرجع لقى بان ما كاين حتى شي حاجه. وهذا كيبين التركيز الكبير اللي عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني. نتمنى ان نبقاو غاديين في هذا المستوى ان شاء الله باش نحققوا نتائج افضل في الدور المقبل، ونتمنوا الخير ان شاء الله. وفاش كنشوفوا حتى النتائج ديال المنتخبات العربيه والافريقيه، فكنظن المغرب هو الوحيد اللي ربح 2 ماتشات. لافريك دي سود خسرات مع فرنسا الماتش الاولاني، نيجيريا خسرت مع النرويج الماتش الاولاني ديالها، المنتخب المصري خسر مع نيوزيلندا ب2-1. كيبقى المغرب هو البلد الوحيد في بين العرب السواعده خسروا حتى هما الماتش ديالهم الاولاني مع كولومبيا ب1-0. المغرب، الارجنتين واليابان 3 ديال المنتخبات اللي قدروا انهم يربحوا 2 ماتشات دو سويت. هذا كيبين بان المغرب واجد ذهنيا، خصوصا ذهنيا فاش كتلعب في قرعه فيها السبليون والبرازيل والمكسيك كتقول وا الله. مي فاش كتلعب الماتش الاول مع السبليون كتضربهم، كتجي الماتش الثاني مع البرازيل كتضربهم. كنظن بان العالم كله الان غيضوا البرازيل، ضربناهم في ليكيب ا، ضربناهم في الميني فوت، ضربناهم في الاوفان. كنظن الامور كانت حل تلعب مع البرازيل ولا كنحقروا على البرازيل واللي حقرنا على البرازيل. وهذا في حد ذاته مهم جدا. يمكن تحس بلي جون هاد الوليدات لاعبين كيحسوا هما براسهم
احسن من البرازيل واحسن من الصبريون في حد ذاته. الثقافه ديال حنا مزيانين، حنا لي ميور، حنا الاحسن، في حد ذاتها الثقافه مهمه جدا.